السلام عليكم الغزالات ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة. اليوم القصة اللي صيفطت ليا واحد المتتبعة ماشي قصة عادية، هذه قصة كيد نسى اللي كيخلع، وبغات تشارك معكم كيفاش ردات الصرف لراجلها اللي خانها وظن أنها سهلة. البنات جلسوا جيبوا كاس اتاي وسمهم مزيان للتخطيط الشيطاني اللي دارت، حيت العبرة في الخاتمة. وقبل ما نبداو، اللي عندها شي قصة بغات نشاركها دوز عندي الانستغرام السرية تامة والسميات متبدلين. يلا نبداو. القصة واحد البنات، هاد القصة وقعت لواحد السيدة سميتها ليلى من مدينة طنجة. ليلى كانت كدير الثقة العمياء في صاحبتها منى كانت مطلقة وبقات فيها ليلى، ولات كتجيبها لدارها، كتعشيها وكتسلفها حوايجها. ليلى لاحظت أن راجلها سليمان بدا كيتبدل، ولا كيدير الكود للتليفون وكيخرج يهضر في البالكون. واحد النهار ليلى نسات الساروت ورجعت للدار على غفلة، لقات منى جالسة في صالونها ولابسة بيجامة ديال ليلى، وسليمان كيضحك معاها. ليلى ما دارت لا فضيحة لا غوات، سدات الباب ورجعات بحال ما شافت والو. الغد ليه عيطات لمنى وقالت ليها: حبيبة، شفت شعرك بدا كيتحرق، عندي لك واحد الصبغة واعرة جابها لي خويا من الخارج، اجي نديرها لك هدية حين عرسك قريب. منى كانت غتخطب لواحد اخر باش تغطي على علاقتها بسليمان. ليلى خلطات الديكاباج مع مادة قوية كطيح الشعر وخلاتها ليها في راسها مدة طويلة، وهي كتعاود ليها نكات وتضحك معاها. ملي مشات منى تغسل شعرها لقاتو كيطيح خصلة خصلة في يدها. ليلى قالت ليها ببرودة: اويلي، يمكن شعرك فيه التابعة. منى ولات قرعة تماما في سيمانة خطوبتها، وسليمان ملي شافها هكاك تقلب عليها وما بقاش باغي يشوفها. ليلى خدت طلقها بكرامتها وخلاتهم بجوج مصدومين. القصة الثانية، سعاد مرا حرة 15 عام وهي مع منير، عاوناتو حتى دار الطوموبيل والدار. منير ملي شد الفلوس بغى يجدد الموتور ومشى خطب وحدة صغيرة سميتها هند وسكنها في مدينة أخرى. سعاد لقات كارت فيزيت ديال النكافة في جيب الجاكيت ديالو، مشات عند النكافة وعطات ليها فلوس صحيحة وقالت ليها: أنا الزوجة الأولى وبغيتك تعاونيني نبرد غدايدي. النكافة وافقت. ليلة العرس سعاد صيفطات هدية للعروسة عبارة عن سروال التحت ولبسة مدهونين بواحد المسحوق ديال الفلفل السودانية الحار اللي مطحون مزيان وما كيبانش. بدات الجوقة، العروسة هند لبسات وطلعت في العمارية، ومع السخونية ديال الضوء والتحرك بدات كتحس بالعافية شاعلة في لحمها. بدات كتحك قدام الناس وهي فوق العمارية، ومنير كيسحاب ليه كتشطح شوية. بدات كتغوت وكتنتف في شعرها، ومنير بغى يحبسها، صدق حتى هو محروق بداك المسحوق. العرس تشتت وكل شي كيسحاب ليه سحر مرشوش. ومنير رجع للدار، لقى سعاد جمعات حوايجها وخلات ليه ورقة فيها: الحرارة ديال الحرور واعرة، ولكن الحرارة ديال الغدر كتر. القصة 3، إلهام راجلها رشيد كان كيبغي طوموبيلتو BMW كتر من ولادو، كان كيمسحها كل صباح ويدير ليها أحسن عطر. إلهام عرفات بلي رشيد كيستعمل ديك الطوموبيل باش يخرج مع البنات. واحد النهار رشيد مشى لواحد الفيلا عند وحده وخلى الصوارت في الدار حيت مشى مع صاحبه. إلهام هزات الأوراق اللي عندها فيهم وكالة قديمة وهيطات لواحد السمسار حريف، قالت ليه: محتاجة الفلوس دابا، طوموبيل ب15 مليون، غنعطيها ليك ب6 مليون كاش دابا. السمسار جاب الدبناج وهز الطوموبيل قدام الجيران. ملي رجع رشيد وما لقاش الطوموبيل عيط للبوليس وهو كيبكي. قالوا ليه: المدام ديالك باعتها قانونيا والفلوس تحطو في حسابها. رشيد لقى راسو بلا طوموبيل وبلا مرات، وإلهام مشات دوزات عطلة في مراكش بفلوس الطوموبيل. القصة 4، فاطمة كانت مرة مزيانة ولكن راجلها المهدي كان كيستغل طيبتها. المهدي كان خدام في شركة كبيرة وبدا كيختلس الفلوس وكيقول فاطمة هادو غير مكافآت. فاطمة لقات وثائق في المكتب ديالو كيتثبت باللي كيسرق الشركة، وباش يغبر الأثر باغي يطلقها ويهاجر. فاطمة صورت كل شيء. في الحفل السنوي ديال الشركة المهدي كان لابس سموكينغ وفرحان كيسلم على المدير العام. فاطمة مشات للحفل وهي لابسة أحسن قفطان ووزعات أبرفة ذهبية على الطاولات كأنها برنامج الحفل. ملي فتحوا الناس الأظرفة لقاو كوبي ديال الشيكات والسرقات ديال المهدي. المدير العام عيط الأمن في الحين، والمهدي خرج بالمنوط قدام كاع صحابه. فاطمة خرجت وهي كتمشى بحال الملكة.
القصة 5. نختمو بقصة نادية. نادية ملي عرفت كمال جاب فتيحة تسكن في دارها، قررت تخرج بنت الكريان اللي لداخل ديالها. شرات 3 كيلو ديال السردين وخلاتو في الشمس حتى بدات تخرج منه الريحة. مشات للجعبات ديال الخوامي وعمراتهم مزيان بروس السردين وسدات عليهم بالسكاتش والنحاس. كمال وفتيحة سكنوا وبدات المعاناة. فتيحة بقات كتقول هاد الدار فيها الجنون، الريحة كتخرج من الحيوط. كمال خسر زبالة ديال الفلوس على المعطرات والصبغة، ولكن والو، الريحة ولات كتلصق ليهم في حوايجهم، لدرجة أن فتيحة ملي كتمشي للخدمة صحابها كيقولوا ليها واش خدامة في المرصى. باعوا الأتات وباعوا الدار لنادية بالرخيص. نادية نهار دخلات حيدات الجعبات ديال الخوامي، رماتهم في الزبل، حلت الشراجم وبخرات بالسرغينة. في نص النهار الدار رجعات كتشعل بالريحة طيبة. كمال وفتيحة نهار شافوها في التليفون كتحط صور الدار وهي كتشعل، عرفوا باللي كيد نسى غلب كيد الشياطين. البنات، كانت هذه هي الجولة ديالنا في عالم الانتقام الذكي. شفتوا كيفاش هاد العيالات مرضاوش بالذل وردوا الصرف ببرودة؟ قولوا لي في التعاليق. أما قصة صدماتكم أكثر، 1 2 3 4 ولا 5، ما تنساوش تشاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجزء الثاني، حيث عندي قصص أخرى أكثر من هادو. تهلاو في راسكم وإلى الفيديو الجاي.